مؤسسة الشهيد للتنمية الإنسانية والمشهورة برقم 805 لسنة 2013. المؤسسة تضم العديد من الخدمات الإنسانية، ومنها على سبيل المثال إصدار ما يزيد عن 100 وجبة إطعام، كما تحرص المؤسسة على كفالة اليتيم ومساعدة المرضى الغير قادرين عن طريق الكشف عليهم وصرف العلاج وإجراء العمليات الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى عمليات. كما تساهم المؤسسة أيضا في تجهيز العرائس وتسديد دين الغارمات ومساعدة الطلاب الغير قادرين عن طريق عمل مجموعات تقوية لجميع المراحل التعليمية، وأيضا توزع عليهم الكتب الدراسية. وحيث تحرص المؤسسة على الصدقات الجارية مثل سقي الماء وتوفير جميع الأجهزة التي يحتاجها المرضى مثل اسطوانات الأكسجين وأجهزة مرضى السكر والربو والاستنشاق وغيرها من الأجهزة التي تفيد المرضى. كما إنها حريصة أيضا على شنط شهرية بخلاف الشنط الرمضانية، وتجهيز الأضحية وتوزيع اللحوم وتجميع الملابس المستعملة طوال السنة وتوزيعها على الفقراء. تحية طيبة لصانعي السعادة القائم على هذا العمل النائب أحمد بلال البرولوسي رئيس مجلس الإدارة، ومديرة الإدارة الأستاذة سهى القاضي، والأمين العام الأستاذ محمد توفيق. وإن شاء الله مكملين معكم في الخير. مؤسسة الشهيد للتنمية الإنسانية والمشهورة برقم 805 لسنة 2013. المؤسسة تضم العديد من الخدمات الإنسانية، ومنها على سبيل المثال إصدار ما يزيد عن 100 وجبة إطعام، كما تحرص المؤسسة على كفالة اليتيم ومساعدة المرضى الغير قادرين عن طريق الكشف عليهم وصرف العلاج وإجراء العمليات الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى عمليات. كما تساهم المؤسسة أيضا في تجهيز العرائس وتسديد دين الغارمات ومساعدة الطلاب الغير قادرين عن طريق عمل مجموعات تقوية لجميع المراحل التعليمية، وأيضا توزع عليهم الكتب الدراسية. وحيث تحرص المؤسسة على الصدقات الجارية مثل سقي الماء وتوفير جميع الأجهزة التي يحتاجها المرضى مثل اسطوانات الأكسجين وأجهزة مرضى السكر والربو والاستنشاق وغيرها من الأجهزة التي تفيد المرضى. كما إنها حريصة أيضا على شنط شهرية بخلاف الشنط الرمضانية، وتجهيز الأضحية وتوزيع اللحوم وتجميع الملابس المستعملة طوال السنة وتوزيعها على الفقراء. تحية طيبة لصانعي السعادة القائم على هذا العمل النائب أحمد بلال البرولوسي رئيس مجلس الإدارة، ومديرة الإدارة الأستاذة سهى القاضي، والأمين العام الأستاذ محمد توفيق. وإن شاء الله مكملين معكم في الخير.